عادت ليالي الأبطال من جديد، وبكرة هيبتدي النصف الثاني من دور ال16 بعد دور أولاني خطير جدا جدا، ومباريات لسه كتير هتتحسم. يمكن الماتش الوحيد بس المحسوم، أو ممكن الماتشين أو الثلاثة أو الأربعة. هو ماتش أولاني أكيد بي اس في قدام أرسنال بعد الفوز بالسباعية قدام بي اس في على أرض بي اس في في الدور الأولاني، وبرده ماتش باير ممكن نقول بنسبة كبيرة محسوم، وأعتقد أكيد ماتش الإنتر محسوم بعد ما كسبوا فرقة زي فاينورد هناك على أرضهم 2-0. وممكن نقول برضو ان كلوب بروج قدام استون فيلا بعد ما كسبوا 3-1 هناك في بلجيكا، اعتقد العوده هتكون سهله، وان امري ورجاله امري يتاهلوا الدور الربع النهائي. ولكن في مباريات صعبه جدا جدا، اولها اكيد برشلونه قدام بنفيكا بكره الساعه 8 الا ربع، ومستنيك يا صديقي الديزل في لايف رياكت ان شاء الله جميل جدا جدا، نتفرج مع بعضينا على ماتش برشلونه قدام بنفيكا على طول بعد الفطار. واكيد برضو عندنا مباراه خطيره جدا جدا بكره ما بين ليفربول وبي اس جي، وبعد بكره اكيد مباراه الموسم ومباراه الاسبوع الديربي المدريدي اتلتيكو مدريد وريال مدريد بعد المباراه الاولى خلصت 2-1 ما بين الفريقين. فلايكاتك سبسكرايباتك وتعالى مع بعضينا نتوقع اللي هيحصل ان شاء الله في الدور ال16 النصف الثاني. تعال نبتدي اول بالمباراه بالترتيب، ونبتدي ماتش برشلونه وبنفيكا، ونختم ان شاء الله ماتش اتلتيكو مدريد وماتش ريال مدريد. اولا بالنسبه لي ماتش برشلونه وبنفيكا ماتش مش سهل تماما، واحنا شفنا مع بعضين الموضوع ده في الدور الاولاني، الماتش اللي كان تقيل جدا جدا على ارض بنفيكا. ويمكن لولا تشيزني كنت ممكن تخرج الماتش ده خسران 3-4-0، وتكون حاجه شبه اللي حصل مع تشافي في الموسم اللي قبل اللي فات وطلع من تشامبيونز ليج من دور المجموعات. ولكن الحمد لله كان عندك حارس مرمى ثقه كبيره جدا جدا في الماتش بتاع الدور الاولاني، وافضل مباراه بصراحه قدمها في الموسم ده قدام بنفيكا. والناحيه الثانيه راهنت على اللحظات، وكمان اهم عوامل الموسم ده ان انت عندك لعيبه فرديه فعلا الكواليتي بتاعتهم عالي جدا الموسم ده، واهمهم رافينيا اللي في لحظه من الماتش على طول ممكن يغير لك المسار كله ويشوط لك شوطه من بعيد وغير متوقعه تماما، فياخد لك اسبقيه ممكن تكون ناس تقول عليها مش مستحقه، ولكن مهمه جدا جدا وانت داخل على الدور الثاني. الدور الثاني ماتش مش هيكون سهل، غايب عنك كوبارسي بسبب ان الايقاف، راجل اخد كارت احمر، فاكيد الثنائيه هتكون انيجو مارتينيز والناحيه الثانيه رونالد اراوخو. اتوقع تشيزني في حراسه المرمى، والناحيه الثانيه كوندي على الناحيه اليمين، على الرغم ان كوندي واحده واحده مستواه بيتحسن، ولكن حتى في اخبار من برشلونه طلع ان هم عايزين يجيبوا رايت باك جديد في الموسم الجديد. فهل ده بسبب منافسه مع كوندي ويدخل كسنتر باك، واحنا شفنا في الماتش اللي فات في اخر الماتش بينزل كسنتر باك، ولا الناحيه الثانيه هانز فليك بيفكر في افكار ثانيه؟ وليفت باك اتوقع ان شاء الله يكون في اليخاندرو بالدي بعد المباراه بتاعت اوساسونا اللي اتلغت، ولكن كان مريح فيها لعيبه كتير جدا، كان بيلعب بفيران توريس، ليفاندوسكي ما كانش موجوده اصلا. لما احنا كنا شفنا التشكيل قبل الماتش اتلغي كان جيرارد مارتين بيلعب اساسي مش اليخاندرو بالدي. توقع من التشكيله اللي كانت موجوده قبل ما الماتش يتلغي بتاع يوم السبت ان فليك كان بيفكر ان هو يعمل مدوره للماتش ده علشان يخش في الماتش بتاع بنفيكا بفول سكواد، عشان يتوقع ماتش مش سهل تماما. اما نخش على خط النص، يمكن ده اكتر مركز احنا محتارين هانز فليك هينزل بتشكيله عامله ازاي، بس اتوقع هتكون متشابهه جدا للماتش الاولاني. نشوف ثلاثيه ما بين فرانكي ديونج وبيدري اكيد ان شاء الله يكون يلعب، والناحيه الثانيه واحد من داني اولمو وجافي، واتوقع داني اولمو يلعب اساسي في الماتش ده، والثلاثيه الهجوميه رافينيا ولامين يامال وليفاندوسكي. ولكن عايز اتكلم بدل ما احنا بنتكلم مواضيع على التشكيله، اتكلم عن موضوع مهم جدا، هو العامل النفسي للفريق. بعد وفاه الدكتور بتاع الفريق الاول لبرشلونه بيقول لك ان اللعيبه كانت في حاله من الصدمه، وطلبوا من اليويفا تشامبيونز ليج ان هو المؤتمر الصحفي ما يطلعش حد من اللعيبه مع هانز فليك. يعني مستحيل تلاقي مؤتمر صحفي في تشامبيونز ليج في ادوار اقصائيه مدرب بيطلع لوحده، دايما بيكون في معاهم لعيب، ولكن اللعيبه طلبوا الموضوع ده للاتحاد الاوروبي والاتحاد الاوروبي وافق. ولكن واضح ان في اثار كبيره جدا جدا نفسيه على اللعيبه. اتمنى يكون الموضوع خلاص، يعني اتمنى يكون اللعيبه تعافوا الموضوع ده وجاهزين ومركزين جدا المباراه بتاعت بنفيكا، عشان ما اتوقعش مباراه سهله تماما. لازم الاستاد المونجويك يكون ممتلئ على اخره، ما يحصلش اي حاجه زي فضيحه فرانكفورت. ودايما هناك برشلونه بيتكلموا على قد ايه اليوم ده كان يوم يعني اسود في تاريخ النادي، لما يكون عندك في الملعب يعني مشجعين من فريق الخصم وباعداد مهوله. فاتمنى ما يكونش الموضوع ده قدام بنفيكا في المونجويك بكره. وبالنسبه لي ماتش هيحسمه اول تقريبا ربع ساعه شكل الفريق، ما ينفعش انت تستقبل لعب زي ما حصل في الماتش بتاع بنفيكا على استاد دالوث. بالنسبه لنا استقبلنا لعب كتير جدا، يمكن كان الطرد سبب في الموضوع ده، ولكن انت المره دي بتلعب من البدايه ب 11 لعيب، عندك اراوخو وعندك الناحيه الثانيه انيجو مارتينيز. يمكن اراوخو بيقلقني جدا 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 من الناحيه الدفاعيه، ان هو ما بيكونش مع اللعيبه الثانيه في الاوفسايد تراك، ما بيعرفش يطبق مصيده الثلاثه تسلل صح، في ساعات كتير جدا بيسرح وبيلعبوا عليه ان هو يكون اخر لعيب والمهاجم يروح واقف قبليه على طول. فحاجه زي كده لازم يكون مركز فيها جدا اراوخو في الماتش بتاع بكره، ومع عدم التهور، عشان بشوف ان كتير جدا اراوخو بيكون عنده حته التهور غريبه وعجيبه.
فده من اهم العوامل اللي عندنا. واكيد عامل خط النص، لازم تسيطر على خط النص بالكامل في الماتش ده، ويكون عندك لمسات من واحد زي بيدري اللي هتحل لك الماتش، وليفاندوسكي. محتاج ليفاندوسكي من اقل الفرص يخلص لك الكور، مش زي ما حصل في الماتش الدور الاولاني. بتتكلم ليفاندوسكي كوره في اول 20 دقيقه قبل الطرد خلاص خلصها يا معلم، الكوره سهله جدا بكل مرونه بيحطها في ايد الحارس، وكان تصدي عظيم بصراحه. بس احنا بالنسبه لنا ليفاندوسكي لازم من اهم اللعيبه اللي يثبتوا نفسهم في الماتش ده، خصوصا ان انت خلاص بتتكلم ان 1-0 لو جه في الاخر فيك جون ممكن الماتش يتقلب تماما، ومش هستغرب لو وصل لايه كمان الاكسترا تايم. اتوقع ان شاء الله 2-1 في الماتش ده وتاهل لبرشلونه، ولكن تاهل مش هيكون سهل تماما. نروح على الماتش الثاني، هو اعتقد الماتش اهم من ناس كتيره جدا في الشامبيونز ليج يوم الثلاث، لكن ميزه كبيره جدا عملوها بصراحه الشامبيونز ليج انه خلوا ماتش برشلونه الساعه 8 الا ربع، وماتش ليفربول وبي اس جي الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، 11 بتوقيت مكه المكرمه. اكيد واحده من مباريات الموسم بسبب اللي حصل في الدور الاولاني، ماتش استحوذ عليه بالكامل بي اس جي، فوق وتحت هجمات من ديمبلي، كفاراتسخيليا، باركولا، كل الشباب، حتى خط النص نيفيس، كل الشباب عملوا ماتش مش طبيعي. ولكن يشاء القدر اليسون واقف يعمل ماتش بتاريخ الشامبيونز ليج كله. ما اشوفش في حياتي تصديات، وتصديات صعبه كانت، ما تتكلمش ان هو عدد التصديات بس 11 12 تصدي، انت بتتكلم في تصديات مش سهله تماما، وبيعمل ماتش عمره وبيجيب كلينشيت ليفربول. وبالعكس صلاح يخرج في اخر الشوط الثاني وينزل مكانه إليت، كوره طويله نازله عن داروين نونيز يحطها لإليت يجيب هدف غير متوقع تماما وعكس سير المباراه. ولكن شفنا في الويك اند او يعني على طول في يوم السبت اللي فات ليفربول لعب قدام ساوثهامبتون وما ريحش لعيبه كتيره خالص. فرقه زي ليفربول يمكن لاعبين اتنين بس، والناحيه الثانيه رايح يوتا، والناحيه الثانيه واحد في خط النص بس. بالنسبه لنا شفنا ان واحد زي ارن سلوت بيخش في فريق فول تيم، على الرغم ان انت عندك ماتش صعب جدا جدا بعد يومين ثلاثه قدام بي اس جي على ملعبك. والناحيه الثانيه باريس سان جيرمان، لويس انريكي بيقرر ان هو يريح ال 11 لعيب بتوعه تقريبا في الماتش بتاع الدوري، وما يهتمش بيه تماما. ولكن اكيد الدوري الفرنسي غير الدوري الانجليزي، حتى ضاعت هناك نقط مش مهم على قد ما الدوري الانجليزي. يمكن ارن سلوت كان عنده القلق ان هو لو ضيع نقط وارسنال كسبوا الماتش قدام مانشستر يكون الفرق بينهم 7 نقاط، لو كسبوا الماتش المؤجل. فكل الحاجات دي اعتقد ارن سلوت كان بيفكر فيها. ولكن الفريق بدنيا هيكون عامل ازاي؟ عشان اكتر عامل بالنسبه لي كان مفاجئ جدا في حديقه الامراء في الدور الاولاني في الماتش بتاع دور ال 16، كان هو الفريق البدني بتاع ليفربول كان سيء جدا جدا، ما كانش عارف يستحوذ على الكوره، ما شفناش هجمات كتير حتى من صلاح. والناحيه الثانيه واحد زي جوتا ولويس دياز. بس اهم عنصر هيعود لليفربول في الاسبوع ده، وشايف لو هو لاعب اساسي فعلا في الماتش بتاع بي اس جي هيفرق، هو كودي جاكبو اللي خلاص عاد للتدريبات، وفي كلام كتير جدا انه ممكن يشارك في التشكيله لو مش اساسي يخش في الشوط الثاني. ديجو جوتا ما كانش سيء، ولكن هو من اللعيبه المختلفه في تشكيله ارن سلوت. دايما لما بيلعب كودي جاكبو بيدخل لويس دياز كمهاجم، فبيكون عنده حته 4-4-2 دي بتعمل خطوره هجوميه رهيبه على الفرقه الخصم. فعشان كده اتوقع كودي جاكبو هيكون الحل لو لعب اساسي في الماتش زي ده، وماتش مش هيكون سهل تماما على ليفربول ولا على بي اس جي. معلش يا شباب ما كناش فاتحين المايك، نرجع نفتح المايك دلوقتي. لو اتكرر المعطيات اللي حصلت في الدور الاولاني قدام بي اس جي وشفنا بي اس جي مسيطرين على الماتش، مش هستغرب لو الماتش وصل لغايه اكسترا تايم وخلص حاجه زي 2-1 لبي اس جي، وبعد كده ليفربول يكسبوا. عندي يقين ان ليفربول هيعدوا في الماتش ده بسبب التاريخ بتاعهم كمان في الموسم ده. في الماتشات اللي على ارضهم في دوري الابطال كسبوا فرق تقيله جدا وكسبوهم سكور، مدريد 2-0، ليفركوزن برضه كسبوهم على ارضهم. مفيش فرقه جت على الانفيلد كسبت ليفربول. وعامه الانفيلد من اصعب المباريات لو هتلعبها في نوك اوت ستيج، تلعبها في دور اقصاء المغلوب، فانت كان بالنسبه لك بتروح الجحيم حرفيا هناك. برشلونه كسبانين 3 خرجوا 4، انت عارف ان قد ايه هناك حتى لو انت كسبان مالكش الافضليه على ليفربول في الانفيلد. فده اللي يخليني اتوقع تؤهل ليفربول، ومش هستغرب لو وصلوا اكسترا تايم وبعد كده ليفربول تاهلوا من ضربات الجزاء او حتى من الاكسترا تايم. نخش على ماتشات يوم الاربع. يعني بالنسبه لي انتر فاينل برضه هيتلعب بكره، بس مش شايف ان هيكون في مفاجات، بالعكس انتر على ارضهم فرقه تقيله جدا جدا، فاتوقع هيتاهلوا الدور اللي بعديه ويلعبوا فرقه زي البايرن في الكوارتر فاينل. والناحيه الثانيه نخش على ماتشات يوم الاربع، ماتش مش سهل خالص ما بين دورتموند وليل. يعني شفنا ان الفرقه زي ليل بتقف قدام دورتموند على ارضهم قدام اليالو وول، ماتش صعب جدا، ولكن غير الكره بتاعت قديمي كان ممكن عادي جدا ليل تكسب 1-0. فبالنسبه لي اتوقع تاهل ليل في الماتش ده، وان شاء الله نلعبهم في الدور الثمانيه. وبعد كده
مباراة الأسبوع أكيد هتكون يوم الأربع الساعة 10 يا صديقي الديزل، وهي مباراة أتلتيكو مدريد قدام ريال مدريد، اللي بالنسبة لي مباراة صعبة جدا جدا التوقعات. ولكن استاد الواندا متروبوليتانو، انت لو ما رحتوش، انا رحت قبل كده يا صديقي الديزل، استاد جحيم حرفيا. الانفيلد غير، ولكن الواندا هناك صدقني الجماهير ما بتبطلش من كل حتة في الاستاد. يعني يمكن الانفيلد في الماتشات الكبيرة بيكون خطير وكل حاجة، ولكن انا رحت الواندا حسيت باحساس ان انت بتلعب ماتش قدام فالنسيا على ارضك في الدوري، اكنك بتلعب ماتش قدام مدريد على ارضك في الدوري. فده اللي هيخليك عارف ان سيميوني حرفيا بيقعد يشعل الجماهير طول المباراه، يخليني مش هستغرب لو الماتش ده خسر الاكسترا تايم. وتوقعي ان مدريد يكسبوا في البنالتيات. شفنا في خلال الويك اند مدريد بيكسبوا ماتش قدام ريال فاليكانو مهم جدا في الدوري، وبيطلعوا قدام اتلتيكو مدريد كمان بيكسبوا 2-1. والناحيه الثانيه اتلتيكو بيخسروا بخساره غريبه عجيبه بعد ما كانوا كاسبين 1-0 على طول في الدقيقه 90. ريمونتادا غريبه من ختافي، هدف اولاني بعد كده هدف ثاني بعد الطرد بتاع كوريا في الدوري الاسباني. ولكن بالنسبه لي ماتشات اتلتيكو مدريد مزدحمه جدا جدا، لسه خاسرين من ختافي، عندهم ماتش قدام مدريد في الشامبيونز ليج، بعد كده ماتش قدام برشلونه في الدوري في الويك اند اللي جاي. فبنتكلم ان جدول مزدحم لاتلتيكو مدريد دي افضليه سن ريال مدريد، خصوصا ان احنا شفنا في الماتش الاولاني ماتش كان متقارب جدا، كان ممكن يخلص 1-1 لولا بس ابراهيم دياز بلمسات سحريه وهدف مستحق جميل جدا. ممكن تعترض على موضوع الاوفسايد، ولكن انا شايف ان هو هدف صحيح. بس ارجع واقول ان على الرغم ان الماتش على ارض الاتلتيكو مدريد ممكن يكون ليهم افضليه الجمهور، بس ريال مدريد هيقعد لهم لعيبه كتير جدا مهمه، سواء روديجر وكورتوا اللي غابوا في الماتش اللي فات قدام رايو فاليكانو، او الناحيه الثانيه جود بيلينجهام اللي غاب في الماتش الاولاني في دور ال 16. فهيفرق اكيد جدا جدا مع الفريق في الماتش العوده على ارض الاتليتي. توقع صعب جدا جدا في الماتش ده، بس حاسس ان هو ممكن يكون ميال 2-1 لاتلتيكو، بس بعد كده ريال مدريد تتاهل من ضربات الجزاء او الاكسترا تايم، والفم حاجه رودريجو يعملها. عايز اعرف في الكومنتات انت توقعاتك عامله ازاي لدور ال 16 النصف الثاني من دوري الابطال اوروبا؟ هل متوقع تاهل ليفربول ولا بي اس جي؟ عشان دي بالنسبه لي بصراحه اصعب مباراه حتى لو الماتش على الانفيلد. وتوقع برشلونه يتاهل ولا بنفيكا؟ طب الناحيه الثانيه ريال مدريد اما اتلتيكو مدريد؟ وقول لي في الكومنتات وندردش مع بعضينا، ومستنيك ان شاء الله. بكره عندنا لايف رياكت ماتشات دوري الابطال اوروبا، وهنشوف هنكمل ليفربول بي اس جي ولا لا، بس الاكيد هيكون عندنا ماتش برشلونه وبنفيكا. اشكرك جدا يا صديقي على الدعم، سيبنا كل مكان تويتر انستجرام وتيك توك، وان شاء الله اشوفك في حلقه قريبه جدا في عالم الديزل.